كانت فين الأكلة دي من زمان؟ مش هتصدقوا إن البصل ممكن يتعمل حلو كده. لو ما جربتوش محشي البصل أو دولمة البصل بالطريقة دي يبقى فايتكم كتير قوي. بنقشر البصل ونقطعه من فوق ومن تحت وبنعمل فيه فتحة بالسكينة لحد النص زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بنحطه في حلة وننزل عليه بمية مغلية. أول ما تبتدي تغلي نهدي النار ونسيبه بقى على نار هادية 10 دقايق لحد لما البصل يتفتح بالشكل ده. هي دي العلامة. ده معناه إن احنا نقدر نفصصه ونفكه من بعض بسهولة عشان يتلف معانا بسهولة كده. الخلطة: 3 كوبايات من الرز المصري المغسول والمتصفي، بصلايه كبيره متقطعه، طماطميتين، حزمه بقدونس الورق فقط، ملح، فلفل اسود، معلقه متوسطه من ال7 بهارات او بهارات مشكله، نص معلقه صغيره من الكمون، 3 معالق كبيره من معجون صلصه الطماطم، تلت كوبايه زيت زيتون او زيت عادي، ربع كوبايه من دبس الرمان. لو مش موجود ممكن تستغنوا عنه، مش هيحصل حاجه في الوصفه يعني، طول عمرنا بنعمل محشي من غيره، بس هو مؤثر وطعمه حلو. بنحط الرز على طرف البصلايه كده ونلفها ونبرمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بنرصه في صينيه او في حله فوق بعضه زي ما انتوا عاوزين. هنحتاج ميه البصل اللي احنا سلقنا فيها تقريبا 5 كوبايات، نحط عليهم مكعبين من المرقه، لكل صينيه مكعب مرقه. ولو عندكم شوربه ما تحطوش مرقه خالص. معلقه كبيره دبس رمان، معلقتين كبار زيت زيتون، فلفل اسود، معلقه كبيره من الصلصه او معلقتين كبار لو عايزين لونه يبقى احمر قوي. ونسقي بقى البصل نغرقه كده وبنغطيه ونرفعه على النار. انا ما عنديش غطا فعشان كده هحط ورقه زبده وفوقيها ورقه فويل وبحطه على النار. والصينيه الصغيره دي هحطها في الفرن. اللي على النار بياخد من 45 دقيقه لساعه، واللي في الفرن بيتحط على درجه حراره 200 بياخد من ساعه لساعه ونص. شويه دبس رمان كده بقى على الوش، حقيقي رهيب، مش هتحسوا ان انتوا بتاكلوا بصل نهائيا. جربوه وليه رايكم فيه.